امبارح صار معنا موقف ظريف كثير، وكانت ظاهرة غريبة كمان بالنسبة لنا. واللي صار انه وإذا بالرجل اللي نازل من الفضاء هو لا الحين في ضوء الولد الحين كل ال 200 من نازل. انا الاخضر بلا الاخضر بلا الاحمر. تعال هو انا الاخضر تعال هو جيبوا. انا الاخضر اخذنا له نتحقق منه من هويته انه هذا هو الاخضر اللي بعثوه، اللي مبعوث يعني. نتحقق منه بس اتاكد انه هو اللي بعث مجلس الامن ولا لا. انا بتعرف ليش جايبيننا لهون؟ ليش انا جايبيننا لهون؟ هاي ما شرطك اللي جايبينك انا المبعوث. انت المبعوث؟ انا المبعوث. انت الاخضر ابراهيمي؟ اخضر ابراهيمي انا المبعوث. انت مبعوث اللي بعثوك بهاي البعثه؟ ايوه. شو جاي تعمل هون؟ جاي حل الوضع بسوريا هون. مين خبرك انت انه تعال حل الوضع؟ اعطونا برطية على الفضاء، نزلت حل الوضع هون. ايه؟ بسوريا. نزلونا على الشام. لا انت بتخسر علي؟ ما بخل عليك يا اخي، نزلونا اتصل بالشام، اتصل بالشام. نزلونا على الشام يا اخي. طيب المركزية يا ابني. بعد الشيء اللي حكاه قررنا حبس المتهم 8 سنوات على ذمة التحقيق. بجوز يصير له احمر، بجوز يصير له ازرق، بجوز يصير له بنفتحي، بجوز يموت بين ايدينا. عرفت شلون؟ مشان الله حاج تروح وتجي. عود. وانت شو جاي تعمل بالشام؟ جاي حل الوضع؟ مين اللي حل الوضع؟ مبعوث دولي انا اممي. ايه؟ جاي حل الوضع ونزلت على الشام. من وين نزلت على الشام؟ من الفضاء، من جهة البرقية ونزلت على الشام. ايه؟ يا عيني على الشام. يا عيني على الشام. ايه؟ واذا كل ما بده يجي مبعوث او وفد اممي او موفد اممي بده يكون حكر عن النظام الفاسد استضافته بالشام. لا والله ونجحت الثوره يا عمي. والله ونجحت الثوره. ليه عم يروح على الشام؟ شو في بالشام؟ شحوم، لحوم، سهر، مقاصد. انت رايح الشام؟ رايح على الشام. شايف هاي الشوفات؟ ماني شايف شيء والله. ليش عم تعملوا هيك؟ روحوا على الشام. خاربين البلد، خاربين البلد. روحوا على الشام فرجوا. والله عندكم رئيس، يا سلام، يا سلام على الرئيس، ما خلى فيه محل. ايه؟ ما عاد بدي اطلع، ما عاد بدي اطلع. واللي عم يقولوا لي لو كرت الطياره انتهت المده. ليش ما جيت على الحبس؟ يا اخي ما لحقت. شحوم، لحوم، سهر بالليالي، حمامات، جاكوزي. ما عاد عارف انا رجال كبير اول مره بيمرق لي هيك شغلات. اسمعوا يا خرفان، بدك تحكي مثل خليل العالم ولا لا؟ يا اخي هذا صار معي. انت ما بتعرف شو في بسوريا؟ ما بعرف الصراحه، ما بعرف. وين كنت انت حتى ما بتعرف شو في بسوريا؟ انت صرحت وفي دلائل واثباتات انك انت صرحت انه انا لا اعلم ماذا يوجد في سوريا. قلت لا اعلم ما بعرف. شلون لا تعلم؟ ما بعرف. انت طلعت من قلب يراقه يعني حتى لا تعلم؟ من وين جاي انت؟ شو في بالشام؟ هاي الشام، ما هي سوريا؟ ايه؟ هاي. انا عم بسألك سؤال، جاوبني على السؤال. من وين جاي انت؟ من الفضاء. انت من الفضاء؟ الفضاء جد البرقية على الفضاء. ايوه. قال حلوا الوضع بسوريا، نزلت على سوريا، قعد فرجت شفت. ولا حصان؟ وقت اللي حكينا معك نحن شو قلت لنا؟ مين حضرتكم؟ نحن الجيش الحر. هذول عصابات ارهابية، ما لهم جيش حر. ايه؟ بس مشي احكي حي الله شاف. يعني اضطريت احكي يعني. اضطريت. تعال نشيل 4-5 ضباط كبار. ايه والتفجير اللي صارت يعني. ونشيل 4-5 ضباط كبار ونحاسبهم، وبشار بضل على راس السلطه. هو هذا المقرر يعني بالاتفاق مع ايران يعني. يا اخو ناقصنا مجانين. خلص صلاحيته هذا عم شحور خالص، معتوه مجنون.
كاتبين لي انا ورا يعني انا حافظهم عن ظهري. شفت انك انت عم تخوض؟ يا اخي ليش تخوض؟ انا هاي اللعبه العباد لك كوفي عنان وانت ملعون انت ملعون. كوفي عندك كوفي. بس يعني قلنا نجي نتمتع يعني هيك نشوف الوضع اللي دخلنا. بدك تحكي ولا ننزل بدون ما فتحت؟ يا اخي عم بحكي شو طلب اي سؤال انا جاهز. بتعرف انه اي شيء بالدنيا بينفع اكثر منه؟ ليش؟ يعني ما تسألني ليش تسألني شو الشيء اللي بينفع اكثر مني؟ بتعرف انت انه مفتاح 10 11 شق بينفع اكثر منك؟ بتعرف الصامي اللي بيسندوا فيها السيارة احسن منك تنفع يعني؟ ليش شو احسن منكم يعني هون المعامل غريب. طيب انت شو نفعت العالم شو نفعت البشريه بجيدك لهون؟ هن عرفانين ليه ماني نافع راي على الفضاء. ليش يجيبوني؟ ايوه يعني هن عرفانين انك مانك نافع. جايبين لا هم عرفانين ما نافع. كوفي يعلم الله ميت انت ما في لهم ميت لك مرتين ثلاثه يمكن والد عايش. ورطوني على البرطمان. شفنا شوي يعني شفنا شوي هيك شام. ايوه انبسطت يعني بالشام؟ والله حلو الشام حلو. ايوه يعني هيك بالليل السهر وكذا. والله يا اخي يا طالع منا يرجع شباب الواحد يعني. محمد تخونوا علينا بعتينا اياه لهذا الخرفان. مجلس الامم المتحده والله شيء مسود وجه الله يسود وجهكم. عم تجتمعوا ما بعرف شو بالاخر اجمعتوا على هذا. ما في هربان من الفندق بالشام منقعها هيك على التخت. راح عم يدوروا عليه لقوه جنب حاوية الزبالة دارس حاله بالنجح من فوق لتحت. هذا افضل نفعي اللي بعطينا اياه. الله يبارككم. شلون مجلس الامن يبعث واحد ما بيعرف؟ اخي انت في شيء بمخك يعني لا تعيش لما تيجي عليه بس كف بعمل لك صوره بالحيط مانك شايف مصور؟ بس حكيت لك عيد كمل. طيب شلون مجلس الامن بيبعث واحد ما بيعرف شو في بسوريا؟ على ايه؟ طيب ليش بعثوه؟ ليش؟ طيب قال انه بده هو يحل الوضع ما بيعرف شو، يعني الجاي لهون عم يقول انا ما بعرف شو صاير. طيب هو بيعرف انه في حصار. قال انا ما بقدر افك الحصار عنكم. انت مجنون يعني؟ مسطول مصروع شو قصتك انت يا كريك؟ ليش جاي ما بتقدر تفك الحصار؟ يعني هي مهله بس بلغه ثانيه يعني سياسي بتعرفوا انتم. اخي انا بدي اعطيه مهله لبشار 15 سنه. انا اعطيه مهله خلص قررنا انه نعطيه مهله يعني مشان ما تكذبوا انتم كل شوي تتعذبوا اجتماع مجلس امن ومجلس الامم المتحده وما بعرف شو هذا الكذب تجتمعوا. اوباما لما صار ماسح فيك الاراضي مسح بكرامتك الاراضي على ما يبهدل فيك ويسبسب وانا ما شايف امريكا وعم يعرض وكذا يعني تخنت يعني والله العظيم يعني ما ضل لك هيبه يا شيخ والله بحلك ما بسكت يعني كف على الاقل بس حسوحه حي الله شيء. العمى القصه العمى وقاعد عم يتبجح ويحكي. اول امبارح سمعت مسبي انا بابني عم يسبك ما حكي وما جبت سيري ماني عم ما فتني بس يعني والله ما مشكله. خيو ما راح نحسب من سنين على ذمه التحقيق وراح نفلتوا. وبدي اوجه رساله كمان بما انه اللي عم يسمعوني بعد ما انفلتوا لهذا الاخضر الفسفوري راح نطفي الكاميرات ونوجه رساله كبيره لمجلس الامن وللجامعه العربيه ولمجلس الامم المتحده بنقول لهم احملوا حالكم وروحوا على بورما سوريا ما بدها شيء. نحن رح نطفي كاميراتنا وشكر الله سعيكم وبس خلصت الثوره بس نحن خلصناها بايدنا وفرتكناه
نتصل فيكم ونقول لكم خالص هلا جيبوا عاد اعلام ما فوتوا لنا، اعلام ما يا كذابين يا كذابين. الله لا يوفقكم ان شاء الله، الله لا يوفقكم ولا يدر على لكم جنس العافيه، الله يتم اطفالكم، الله يحرق ان شاء الله، يحرق الغوالي على لكم يا الله يا كريم يا قادر على كل شيء. اعلام ما فوتوا لنا لهون، ما في اقمار اصطناعيه تشوفوا الحدث لحظه بلحظه، يعني مباشر بتشوفوا الدبابه كيف عم تقصف بعد كل 15 شهر بتقولوا انه تغير التضاريس، عم تتغير، عم يصير في جبال وسهول وهضاب لا بنى تحتيه، لكن لا ما ضل شيء، ما ضل شيء. الاولاد تشردت، بيطلع بيجيب كلب ابن كلب بيجي على الاتجاه المعاكس بيقول انا مصري، لك يا ريته سوري، لو سوري ما بزعل، بس مصري مشترينه بالفعل ما في 150 دولار 100 دولار مشترينه، ابن الكلب طالع معيط ويتبجح ويقول انه النظام السوري مقاتل وممانع ومساهم وممانع شو عم يعمل؟ تجيب دباباتك على يا اخي حررنا اراضينا، بس بدك الشعب ياكل ويشرب وينام؟ لا، ما هذا حديثنا، حديثنا انه رح نطفي الكاميرات وروحوا على بورما فكوا العالم هاي عم تتدبح ونحن ما بدنا شيء، ثورتنا رح نكفيها نحن ورح تخلص ان شاء الله بخير وسلام.